عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي. في سايكل معينة كده بتوصل انت يعني الاب زمان قوي في البداية طبعا بيبقى اول صديق ليك وبتبقى قريب منه ومش عارف ايه. بعد كده بتبتدي تكبر، بتبتدي يحصل ما بينكم مشاكل كده في سن معين. بتبقى انت كل حاجة بيقولها لك تحس الراجل اللي بره ده كل شوية يقول لي اقفل النور ومفيش تمرين النهاردة ومش هتنزل تشوف صحابك ومش عارف اعمل ايه. في فترة تمرد كده بتيجي على بالظبط. فبتبتدي بتبقى بني ادم مستغرب ايه اللي كل هو الراجل ده مين اللي بعت يا ابني انت اللي جاي عليه مش هو اللي جاي عليك. انت جبتوه منين؟ مين اللي بعت لي مين؟ فاهم قصدي ايه. وبعد كده بتبتدي تستوعب شويه انه كان عايز مصلحتك. بعد كده بتبتدي تبقوا اصحاب تاني جدا كده في سن معين وبتقربوا وبتبتدوا تفهموا بعض، برغم ان انت في اوقات بتبتدي تقعد تقول انا مش كل ما اروح احكي له موقف بالنسبه لي بيضحك يقوم مديني درس في الاخلاق. انا مش كل مره مش عارف. هو بيحاول ياسسك لحاجه معينه عشان تبقى عارف الصح من الغلط، حتى لو هو عايز يسمع الموضوع بتاعك ده، بس هو بيبص على حته تانية خالص او زاويه تانية خالص من القصه اللي انت بتتكلم فيها. ولكن بعد كده مع مرور الوقت بتلاقي نفسك لو ربنا رزقك وكرمك بطفل، بتلاقي نفسك بتيجي تتكلم مع اصحابك تقول لهم يا جماعه اللي انا بقوله لابني نفس اللي ابويا كان بيقوله لي وما كنتش مقتنع بيه، واللي انا كنت معترض عليه اصلا وعامل عليه مشاكل انا بقول نفس الكلام بالظبط. وفي ناس والله لسه قاعد من يومين مع واحد بيقول لي وانا بشوف زعلت او سخافه اللي انا بقوله في عيون ابني. انا شايفها يعني شايف ابني وهو شايف ان اانا سخيف بتغذى على النظرات دي وبيبص لي بصه اللي هو ده انت يعني مش ممكن. فاهم؟ بيقول لك لا هو فعلا كل اللي كان بيتقال له رجع تاني يقوله وعرف معناه. فهم. لما هو ممكن تكون طريقه القواله اتغيرت. ممكن طبعا يعني انت نفسك هتلاقيكي تعملي كده اللي بتقالك غير اللي بتنقليه طبعا للجيل بتبقى عارف الوقت الصح اللي تقوله فيه. يعني مثلا زي المثال اللي انت بتقوله ان انت تروح مثلا تفرج باباك على فيديو او تحكي له حاجه اللي هو حاجه تضحك، اللي هو حاجه المفروض تضحك، فجاه يقلب الموضوع لدرس في الاخلاق اضحك. يعني لو ممكن دلوقتي انت بقى بقيت الوقت تضحك وتهزر وبتاع وخلاص خلصنا وتفتح الموضوع بعديها بشويه كده. يعني تكونوا اخدتوا وعشتوا لحظه الضحك والهزار وقربتوا لبعض اكتر وتمام وعملت كل حاجه، بس بعديها كده بشويه كده اللي هو ايه انت عارف انه كذا 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 طبعا، بس يعني اتاكد بس ان هو عارف المبادئ لسه موجوده مثلا. بس ان الواحد برضو يعني يعمل نفس اللي كان اهاليه بيعملوه معاه، ده طبيعي، ده شيء طبيعي. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا ان احنا بيبقى يكون في فترة تمرد بنعدي بيها. انا هقول لا عشان لا، انا عايزة اعترض ليه؟ لان بيبقى في فترة كده انا عايزة اثبت شخصيتي، انا حاسس اني بكبر ولازم يكون ليا شخصية ولازم يكون ليا رأي. فازاي تثبت رأيك؟ ابسط حاجة هتعترض على اللي موجود، والاهالي بيكونوا فاهمين ده. ففي اهالي بيعرفوا يتعاملوا ان انت تسايس وان انت تاخده على قد عقله وان انت تقنعه بالعقل، وفي اهالي بيقول لك سيبه يغلط ولما هيعرف يعني هيتعلم من غلطه. فهي بتكون طرق مختلفة، بس فكرة ان انت في حاجات بتترسخ جواك كده ولما بتكبر وربنا بيرزقك باولاد بتلاقي نفسك بتعمل نفس اللي اهلك كانوا بيعملوه مع اولادك. صح. انت من ساعه ما بقيت اب ايه الحاجات اللي انت بتستخدمها اللي كانت بتتقالك زمان وانت كنت بتشوف ان دي حاجه بتخنقك، حاجه بترخم عليك، حاجه مش جايه على حاجه بتيجي على سعادتك، مش جايه على هواك، مش جايه على سكتك. انا مش عايز اعمل اللي هو بيقوله لي ده. في نفس الوقت انت طلعت انت عايز ابنك يعمل بالظبط اللي انت بتقوله له ده، اللي كان باباك بيقوله لك من سنين السنين عشان خاطر ابنك يطلع احسن واحد في الدنيا، زي ما والدك الله يرحمه كان نفسه ان انت تطلع احسن واحد في الدنيا. سؤال، انت ايه الحاجات اللي انت بتقوليها لباباكي باباكي بالذات كان بيقولها لك بتقوليها لبنتك؟ اي حاجه اللي بابايا كان بيقولها لي وانا بقولها لبنتي كنت بتحسي اللي هو ايه ده؟ لا حاجات كتير قوي، حاجات كتير جدا. بس زي ما بقولك يعني الطريقه بتفرق. يعني انا ابتديت لو اركز في الطريقه اللي تتقال بحيث انها يكون الحاجات دي مقبوله. سؤال، ما تبقاش سخافه. بتشوفي ان انت قصدك ايه؟ قصدي قصدي اونكل يا اونكل. طيب لا هقول لك على حاجه. طيب ده بتشوفي ان انت بتغيري الطريقه بتاعتك بناء على الواقع والاثر اللي كان بيجي عليكي ساعتها عشان بنتك ما تتعرضش لنفس لا عشان تسمع عشان تعمل الحاجه دي وهي مقتنعه بيها. ما هو انا هاممني مصلحتها،
هاممني ان هي تعمل الحاجه دي، مش ان انا اعمل اللي عليا واقول وهي بقى تعمل ما تعملش. لا يعني نحبب ال الاطفال في الحاجه اللي احنا بنقولها دي، في النظام، سواء بقى النظام في النوم بدري، في الصحيان بدري، في الالتزام بحاجات معينه. فكره ان انت بتدي الاوردر لمجرد ان اوردر دي بيبقى في تمرد، فاهم؟ في طريقه كده. انا هبقى كده عامه. فكره ان انت تقوم لا. تطفي النور غير دي، لا، في اللي هو روح جيب لي انا دي طبعا تاخد تعالى. بقول لك ايه، والله ساعات بيجي لي الاحساس ده طبعا بحس بشر كده بسيط، بس اللي هو من حقي اعمل كده. ما استغل وضعي، صح، استغل وضعي واطلب اي حاجه، صح يعني ليه لا يعني. صح جدا. في حد بيقول بقيت فعلا اقول لاولادي انتوا طول اليوم ماسكين الموبايل، ماشي مفهوم، ماشي، ذاكر الاول وبعدين اعمل اللي انت عايزه. صح. ذاكر الاول واعمل اللي انت عايزه، كانت بتتقالك زمان وبتقوليها دلوقتي. خلصي مذاكره واعملي اللي انت عايزاه. اوكي يا جماعه والله اكتر الحاجات اللي كانت بتنرفزنا زمان وبتعصبنا وبتضايقنا ومش لاقيين لها اللي هو ليه انكد على نفسي، ليه ما اعمل الحاجه اللي نفسي فيها، اللي هو مفيش كومن سنس. احنا دايما كنا النصايح اللي بتتقال لنا بندور على الكومن سنس اللي في الموضوع، ما بنلاقيش. ليه؟ لان ده كان تفكيرنا زمان، عايزين نريح نفسنا وعايزين نبسط وعايزين نتخاذل كده، يعني التخاذل من اجل التخاذل وخلاص. بس الواحد لما كل ما بيكبر كده وبيبتدي يستوعب يلاقي انه لا، كان في حاجات صح جدا جدا وفهمناها على كبر. جملة يا تذاكر يا تنام، ما تقعدليش كده. طب ليه؟ انا كإنسان مش مقبول ليه في المكان هنا؟ يا تذاكر يا تنام. يعني ما نشوفش وشك يعني الساعتين اللي جايين دول، يعني تخش تذاكر، ما تعملش اي حاجة تانية. ايوه انت بني ادم معمول طبعا كل ده عشان المذاكرة او النوم، المصلحة. انت بجد في حاجات كتير جدا والله بتحس ان الاب بيحاول يقومك عشان تواجه دنيا تانية يعني. وممكن يكون هو اللي بيدلع برضو، بس في نفس الوقت برضو عنده تكات كده معينة لما كان بيقولها لك كنت بتحس اللي هو ايه لازمتها وايه مش بنقول رخامة، بس في نفس الوقت انت ما كنتش بتحس في حاجات لما كنت بتسمعها ما كنتش بتتبسط لما بتسمعها طبعا. وكان في حاجات بالنسبة لك اسطوانات مشروخة اتسمعت مليون مرة قبل كده لا، طلع ان الالحاح على الحاجات دي بالذات، او ان انت كان بيتعمل عليها فوكس كده، او كان بيتركز عليها عشان خاطر تثبت وتتحفر كده جواك، وتبقى دايما عارف الصح من الغلط ايه، حتى لو انت بتعمل الغلط بس عارف له الصح بتاعه. ففي حاجات كده دايما الواحد ما بيحسهاش فعلا غير لما يكبر، وطبعا اللي ربنا رزقه اكيد بيحس بالكلام ده اكتر واكتر بكتير. فدايما مثلا الاهالي بيقولوا لنا جمله، ودي برضو الناس كلها بتقولها وانت تاكدي لي عليها برضو، فكره ان هو في لحظه من اللحظات لما بتبقي كبرتي شويه وابتديتي تقفقفي وسامعوا صوت الدبدبه بتاعتك في انا اصلا شايف شكلك كنت اصلا في تقطوعه ماشيه تدبدب في الطرقه عندكم، فاهمه؟ انا شايف اصلا المنظر وانت بتدبدبي كل حاجه بتتحرك في وقت واحد. المهم يعني لما بتيجي تكبري في حته معينه يجي يقول لك ايه، خلاص ماشي قفقفي ودبدبي واعملي اللي انت عايزاه، بس لما تكبري هتعرفي قيمه ولما تبقي بكره تقولوا ان كان بابا عندنا قال في حاجات فعلا انت بكره عرفتي معناها وان هم عندهم حق فيها. صح، ده حقيقي جدا جدا جدا. الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو يعني اكيد ابهاتنا جم قالوا لنا انا مش عاجبني فلان ده صاحبكم فلان، مش عايزك تكلم فلان، او انا صاحبتك الفلانيه دي انا مش عايزك ان انت تعرفيها تاني. احنا في الفتره دي بنبقى بنحارب علشان ندافع عن الصاحب او الصحبه دول، ان هو بالنسبه لنا دول اهم من اي حاجه. ودايما كان بيبقى فيه خناقات بتاعت صحابك ولا اهلك، انت اصلا عايز تقول لك لا صحابي، يعني صحابي اهم، صحابي بيفهموني بيسمعوني بنضحك مع بعض، في لغه تواصل. في سن كده سن مراهقه معين بتبقى انت بالنسبه لك صحابك اهم من اي حاجه في الدنيا. قدام شويه لما بتيجي تركز اي حد من صحابك اهلك قالوا لك عليه بلاش تكلمه، تكتشف ان كان عندهم حق. بتكتشف ان كان عندهم حق، بس لو كنت قطعت معاهم لمجرد ان انت تقطع وخلاص، عمرك ما كنت هتقتنع انه لا انت شفت وجربت وتوجعت من صاحبك ده
او حصل لك المشكله الفلانيه فتعلمت حاجه. عمرك ما كنت هتتعلم غير لو حصل لك لو كنت عانيت من الشخص ده. صح. فهي دي بتبقى الفكره. سيبونا نلبس لا بس هو بيبقى بالعكس، هو الاب بيبقى مش عايزك تلبسي اللبسه دي. ما هي دي بقى الفكره، هو بيبقى خايف عليك ان انت توصل للمرحله دي. انت مش هتبقى تقتنع غير لما توصل للمرحله دي. في حد بيقول انا كنت بلعب كوره في نادي ما يعني، ووالدي اجبرني ان انا اركز في التعليم، وبقيت دلوقتي مهندس كمبيوتر وانا بدفع ثمن ده. بص هو دي يعني كل حاجه طبعا بايد ربنا وكل حاجه، بس هو ربنا دايما بيرسم لك طريق تاني غير اللي انت شايفه، هو ده اللي ليك خير فيه. انت كنت ممكن تكمل في الكوره وتجيب التعليم على جنب خالص، وبعد كده تلاقي بعد الشر حصل اي حاجه، الموضوع ما كملش، اتظلمت، كان ممكن بقى تخيل مليون صبت حوار اي حاجه. فهو دايما الابهات بتبقى عايزه الامان، فكره ان انت تبقى عايش عيشه امنه، هو ده بالنسبه له اللي بيحاول يوفره لك. فاكيد كان ممكن يكون بيدعمك في الرياضه والا ما كانش لعبها لك، بس في نفس الوقت بيجي عند حته معينه بيقول لك لا احنا دلوقتي في مرحله يعني تحديد مستقبل. لو عرفت توفق ما بين الاثنين هو ما كانش هيكره، بس لو في حاجه جايه على حساب حاجه فهيقول لك لا، ساعتها التعليم هيبقى بالنسبه لك اضمن وامن. يعني في احيانا بيبقى في تحكم 100% في شخصيه الابن والبنت، عشان طبعا الامان وعشان مصلحتهم وكل حاجه. كل الابهات اللي في الدنيا، كل الاهالي عامه بشكل عام، عايزين احسن حاجه لاولادهم، بس كل الابهات اللي في الدنيا وكل الاهالي اللي في الدنيا مش عارفين ايه اكتر حاجه تناسب ولادهم، او ايه اكتر حاجه ليها فيها مصلحه لاولادهم، او يعني هم عايزين احسن حاجه، عايزين ولادهم يطلعوا احسن حاجه، صح. بس مش عارفين ففي ناس احيانا مش عارفين ولادهم عايزين ايه. في ولاد لحد النهارده ولينا ناس نعرفهم بتاع يقول لك انا ابويا زقني الزقه دي وانا مش، بس خلاص هو كان شغال في شركه معينه او بنك معين او حاجه معينه، وانا ما هو بيحبها وهي شغلانه محترمه جدا وجميله جدا وكل حاجه، بس انا جبرت عليها. صح. فمش حاسس اني مش انا. صح. وفي العكس لعلمك، في العكس انه بالظبط لا، هم سابوه يعمل اللي هو عايزه واللي هو شايفه، وكانوا فخورين بيه طول الطريق. يعني فكرة ان احنا بنحبك زي ما انت، باختياراتك اللي انت هتاخدها لنفسك، باللي بيحصل لك، بالتقلبات اللي في حياتك. حبنا مش مشروط على انت شاطر ولا لا، انت حققت ذاتك ولا لا، انت سمعت كلامنا ولا لا. لان للأسف في اطفال بتكبر انه انا مش بتحب غير لما اعمل اللي هم عايزينه، مش بتحب غير لما اعمل حاجة كويسة، لما ابقى شاطر، كل الكلام ده. فزي ما بنقول ان في اهالي تانية لا، انت هتعمل اللي انت عايزه، وده هيكون قرارك واختياراتك، واحنا معاك في اي اختيار انت هتاخده. فموجود ده وموجود ده. من الحاجات بقى اللي انا ما كنتش بفهمها زمان، واعتقد يعني دي موجوده في كل بيت مصري وكل اب مصري عنده العاده دي. جربتي تصحي باباكي قبل كده؟ مش تصحيه وانت لو باباكي بياخد تقيله في نص اليوم، انت واخوكي مثلا بتعملوا دوشه بتاع مش عارف ايه، كان بيصحى عصبيته اللي كان بيصحى بيها. عمري ما تفهمت، طب ما كلنا بنصحى من نومتنا عادي وما بنصحاش عاملين لحد ما بقينا نصحى كده، لحد ما بقينا نصحى كده. انت متخيله؟ عكنانه رهيبه. وفهمنا ان الراجل ده بيبقى شايل جبل على كتافه، ويا دوبك عينه غفلت، فان حد يصحيه. عشان كده بيبقى دايما موضوع ان حد من الاهالي نايم، وبالذات الاب بالذات، بيبقى الخطوه في البيت بحساب. انت وقت في اوقات كده لما كان بيبقى باباكي مثلا نايم وفتح الباب عليه، احنا بنمشي حافين طبعا، محدش فينا هيطق اي حاجه هتطق، احنا ما بنتنفسش اصلا، بنحاول نقلل نفس. بتفهمي بعد كده بقى ان الجبل ده بيبقى عايز بس يريح عشان يقوم تاني بقى شويه راحه. بالظبط كده، شويه راحه. وفكره ان الراحه دي يعني يحصل قلق عشان احنا كسرنا حاجه ولا عملنا حاجه، الخضه بقى نفسها، الصحيانه بالخضه دي، ده حوار تاني، ده حوار تاني خالص. كنا بنقعد نتريق على امهاتنا برضو، فكره اللي هو بتصحى مخدوده وفي ايه وبتاع وكل الكلام ده. شكرا، بقوم نفس القومه نفس القومه. ايه اللي بيحصل؟ ايه المصيبه اللي حصلت؟ ما فيش حاجه، بس هو انت خلاص بقى، يلا اللي حصل حصل. كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي